السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأبرز العناوين. اختتام فعاليات اليوم العالمي لمكافحة كافة أنواع التمييز ضد المرأة. نجاح مساعي زيادة الإنتاج الزراعي في ابن حيلي. عقد منتدى تعليمي في أماليت. في الأنباء العالمية، الأمم المتحدة تدين سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا. عودة التوتر بين الصين وتايوان. وزير الدفاع الهندي يزور روسيا لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. اختتمت اليوم 10 من ديسمبر الفعاليات التنويرية التي ظلت مقامة منذ 25 من نوفمبر المنصرم في العاصمة أسمرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كافة أنواع التمييز ضد المرأة تحت الشعار فلنستثمر جميعا في المرأة. وأفادت مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في اتحاد المرأة السيدة سنايت محاري في كلمتها التي ألقتها في الحفل الذي أقيم في قاعة الاجتماعات بالمكتب الرئيسي للاتحاد، قالت إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الشركاء لإنجاز أعماله التنظيمية والخدمية بتوسيع أنشطة فروعه داخل البلاد والمهجر. وأضافت أنه ورغم أن إريتريا لم تكن عضوا في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، إلا أنها كانت تعمل على تطبيق مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والتي وقعت عليها بعد الاستقلال في عام 1995، مؤكدة التزام الحكومة الإريترية بالمبادئ والوعود التي قطعتها بالنهوض بالمرأة. وأوضحت السيدة سنايت أن ذلك ساهم في تجاوز مشاركة المرأة في جميع مستويات التعليم 45% و47% في فرص الاستخدام العادل للأراضي و55% في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وأشادت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالجي بالتقدم الذي أحرزته إريتريا في تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب التذكير بأهمية الالتزامات والوعود في مكافحة عدم المساواة. وفي الختام، تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة ألعاب القوى بين طلاب المرحلة الثانوية. يذكر أنها تم الاحتفال بالحدث للمرة 33 عالميا وللمرة 9 على المستوى الوطني. أشار مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ابن حيلي السيد منجس طعمه إلى نجاح المزارعين في مساعيهم لزيادة الإنتاجية نتيجة اتباعهم لأساليب زراعية حديثة. وأوضح السيد منجس أنه قد تم زراعة حوالي 15,000 هكتار التي زرع 70% منها بالبقوليات و30% المتبقية بالحبوب والنباتات الزيتية، وأنه من المترقب حصد محاصيل أوفر نتيجة اتباع المزارعين لأسلوب الزراعة بالدورة النباتية الجماعية. وأضافت الأنباء عن امتلاء الخزانات والحواجز وسيلان السيول في الأودية نتيجة الهطول الجيد للأمطار في موسم الصيف الماضي. أفاد مسؤول التنمية الاقتصادية بمديرية فورا السيد موسى إبراهيم أن المزروعات التي زرعت في ال8 ضواحي التابعة لمديرية الشعب وصلت إلى مستويات جيدة نتيجة الجهود لحفظ التربة والمياه التي بذلها المزارعين مسبقا. وأضاف السيد موسى أن حوالي 5282 هكتارا زرعت بالشعير و300 هكتار أخرى بالخضروات من تلك 9052 هكتارا التي زرعت إجمالا في المديرية. كما أوضح أنه تم جرف 12620 متر من الحواجز لمنع السيول من جرف المزارع المجاورة، بالإضافة إلى حوالي 8887 متر أخرى بالنفير الجماعي. وأوصى السيد موسى في الختام الجهات المختصة للعمل على المحافظة وتخزين المياه التي تجري في أودية ماي أولي ولابا وشلاب للاستفادة من المياه التي تصب على البحر.
عقد مكتب التعليم في إقليم القاشبركة منتدى في أملايت في 8 من ديسمبر حول زيادة مشاركة الطلاب عامة والتعليم أو في التعليم ومشاركة المرأة خاصة في مديريات سلعة وكركبت وفورتو سوا. وتم التوضيح في المنتدى الذي حضره مدراء المديريات الثلاثة والأعيان بوجود 24 مؤسسة تعليمية في سلعة و25 في كركبت و36 في فورتو سوا، غير أن المشاركة لا تتناسب مع عدد وانتشار المؤسسات التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن النقاش هدفه إيجاد حلول ووضع لوائح داخلية، مؤكدا العمل مع كافة الشركاء والهياكل الإدارية لإيجاد حل للمشكلة. من جانبه دعا رئيس مجلس إقليم القاشبركة السيد عثمان محمد علي السكان إلى العمل بجدية في المناقشات المجتمعية وبرامج المراقبة، مشددا بأن الشعب يملك القرارات المتخذة لزيادة المشاركة في المدارس. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري إن مسألة المشاركة تمثل مشكلة في معظم مدارس هذه المديريات، ويجب على اللوائح الموضوعة لحل المشكلة أن تكون مرتكزة على الوعي والمشاركة المجتمعية. خرج المنتدى بقرارات وتوصيات لزيادة المشاركة الطلابية بشكل عام ومشاركة المرأة بشكل خاص ووقف المقاطعة غير المعقولة للتعليم. قيم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة إريتريا في إقليم عنسبة في 6 من ديسمبر أعماله في عريتاي بمديرية هابرو. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في إقليم عنسبة السيد أزاز برخات آب أن البرامج الرئيسية شملت جولات في جبهتي حلحل وأصمات بمشاركة أكثر من 800 شاب، وتنظيم معرض إقليمي للابتكار والحرف، ومعرض للكتاب، ويوم ثقافي وفني على المستوى المحلي والإقليمي. وأشارت التقارير التي قدمت إلى القيام بتدريب 1533 شابا في 24 مجالا مهنيا و2937 في المجالات الاجتماعية، وتم تقديم عروض بدون فوائد بقيمة 180 ألف نقفة ل 23 شابا لبدء أعمالهم، وعقد مؤتمر إقليمي لزيادة مساهمة الشباب العاملين في المجتمع. وبعد المناقشة اقترح المشاركون زيادة قدرات أعضاء الجمعية عددا ونوعا، وتشجيع الزيارات إلى المواقع التنموية والتاريخية، وخلق فرص عمل للشباب الذين يتلقون التدريب المهني. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الشباب بضرورة العمل الجاد من أجل تعزيز برامج التنمية والحفاظ على القيم الثقافية والوطنية وتعزيزها بعد أن ثمن البرامج التي ينفذها الاتحاد. وحث رئيس الاتحاد السيد صالح أحمد دين مسؤولي فروع الاتحاد على العمل الجاد لتحقيق 5 أهداف استراتيجية بحلول عام 2025 التي تتمحور عن رفع مستوى الوعي وتعزيز التأطير وزيادة مساهمة المجتمع والتنسيق بين الحكومة والجبهة المعنية وتعزيز البناء المؤسسي وتقوية العلاقات. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل قصير ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكدت الأمم المتحدة أن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا يعتبر انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عبرت المنطقة العازلة وتتحرك داخلها، حيث ظلت في 3 مواقع على الأقل في جميع أنحاء المنطقة. وأكد المتحدث الأممي أنه يجب على إسرائيل وسوريا الاستمرار في الالتزام بشروط اتفاق عام 1974 والحفاظ على الاستقرار في الجولان. بدورها أعلنت الولايات المتحدة أن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة في الجولان إثر إسقاط نظام بشار الأسد ينبغي فقط أن يكون مؤقتا. وأضاف ميلر: قالت إسرائيل إن ما تقوم به مؤقتا للدفاع عن حدودها هذه ليست خطوات دائمة، وفي النهاية نريد أن نرى استقرارا دائما بين إسرائيل وسوريا، وهذا يعني أننا ندعم احترام جميع الأطراف لاتفاق عام 1974 حول فض الاشتباك.
أعلنت الحكومة التايوانية وضع قواتها المسلحة أو في حالة تأهب عال، مشيرة إلى أن الصين فرضت قيودا جوية واسعة النطاق قبالة ساحلها الشرقي. ووسط عودة التوتر بين الجانبين، قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن جيش التحرير الشعبي أنشأ 7 مناطق قيود في المجال الجوي لمنطقتي تشيانغ وفوجيان الشرقيتين، وهما مقاطعتان صينيتان تقعان قبالة تايوان. كذلك أعلنت تايبيه رصد سفن صينية تبحر بالقرب من مضيق تايوان وفي المحيط الهادي، مشيرة إلى أنها ردا على ذلك شاركت في مناورات تحضيرية للقتال. وفي المقابل تعهدت الصين بالدفاع عن سيادتها، مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ناو نينغ أن الصين ستدافع بشدة عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها في وقت بدأت فيه تايوان تدريبات على الاستعداد للقتال. يزور وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلى روسيا لمدة 3 أيام لتعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد بين البلدين. وتمثل الزيارة أيضا أحد الأحداث الهامة في التعاون العسكري بين الهند وروسيا، بما في ذلك تدشين فرقاطة بحرية حديثة ومناقشات عالية المستوى بشأن المشروعات الدفاعية المتبادلة. ويرأس راجناث سينغ الاجتماع 21 للجنة الحكومة الهندية الروسية المشتركة بشأن التعاون العسكري والتقني العسكري في موسكو بجانب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف. تأتي الزيارة بعد رحلة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى روسيا في أكتوبر، حيث حضر القمة الهندية الروسية 22 وقمة البلدان النامية لعام في كازان. في النبأ الأخير، سحابة من الدخان الكثيف ورماد غطت سماء جزيرة نيغروس الواقعة في وسط الفلبين بفعل ثوران بركان كانلون. وأصدرت السلطات أوامر للسكان القاطنين في المناطق المجاورة بالابتعاد لدائرة قطرها 6 كيلومترات. وأفاد مركز مراقبة البراكين والزلازل في البلاد في فولوكس بأن سحبا من الرماد والدخان علت المنطقة، وبلغ ارتفاعها 3000 متر على الأقل بعد ثوران البركان. ورغم عدم الإعلان عن إصابات، فإن وسائل الإعلام المحلية تفيد بأن البركان قد أصبح أكثر نشاطا منذ ثورانه الأخير الذي حدث في يونيو الماضي. وتقول السلطات إنها تراقب عن كسب هذا النشاط البركاني. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. اختتام فعاليات اليوم العالمي لمكافحة كافة أنواع التمييز ضد المرأة. نجاح مساعي زيادة الإنتاج الزراعي في أم نحيلي. عقد منتدى تعليمي في أم لايت. الأمم المتحدة تدين سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا. عودة التوتر بين الصين وتايوان. وزير الدفاع الهندي يزور روسيا لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.